بتحبي الكنافة البورمة بس غالية، النهاردة هعلمك ازاي تعمليها في البيت بطريقة سهلة خالص. وزي ما احنا شايفين كده ملفوفة حلو، مقرمشة، سواها مظبوط، وهتعجبك جدا، وكمان مش مكلفة. كل اللي انت هتحتاجيه نص كيلو كنافة، ومش هناخده كله. يلا لايك وشير وكومنت حلو كده عشان نشوف الفيديو. انا هنا معايا الكنافة، نقول اللي بتاع الكنافة عايزين نص كيلو كنافة طرح علشان تبقى قطعة كده واحدة. هنفرد الحتة كنافة ونحط فيها الحشو اللي احنا عايزينه، ونمسك الحرف كده ونبرم، ايد تلف وايد تساوي وهي بتبرم. عملنا احلى صباع كنافة كده جميل. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا الحلوة ونحطه في الصينية، وهنركن على جنب. وهوريكم بقى ازاي اخد حتة الكنافة، ولازم اغطيها حبايبي عشان ما تنشفش. نسلك كده بالراحة، وهناخد قطعة الكنافة. وبعد ما ناخد قطعة الكنافة المناسبة لينا، انا طبعا عارفة حجم صينيتي، بس طبعا باخد اكتر شوية علشان زي ما قلت لكم باخد هنا اكتر من مقاس الصينية بمرة، علشان لما اجي الف الكنافة البورمة طبعا اللف ده بيأثر معانا الكنافة. تمام كده. بصوا ايد بتبرم الحتة اللي عملناها، والايد التانية بتظبط كده الحشو وتلم الكنافة. شايفين؟ مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. المبتدئ هيعرف يعمل الكنافة البورمة وهتكون زي العسل معاه. طبعا اللي محتاج يحشيها زبيب وزداني وجوز الهند تمام، ونحط معاهم حبة سكر، ودي الحشوة اللي انا حشياها بيها. شايفين الكنافة تحفة. هنا بقى بعمل لكم كنافة، بس عايزة اوريكم لو لقيتوا حتة فاضية حتة رفيعة ما نرميش كل الشريط بتاع الكنافة دوت عشان الحتة دي، لا هنجيب حتة كده ونحطها ونظبط حتة الكنافة معانا تبقى كلها سوا واحد. وبعد ما نظبطها ونحط الحشوة، وبصوا بنتني كده الحرف على جوه، وبعد كده نبرمها حتة حتة. ايد بتبرم اللي اتعمل والايد التانية بتظبط. بصوا بتلف كده عشان الحشو يبقى جوه وما يقعش مننا خالص. تمام كده، مفيش اسهل من كده حبايبي. وطبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 وسايباه يسخن. وبعد ما خلصنا مسحنا كده المكان اللي كنا بنعمل فيه الكنافه، وادي صينيه الكنافه البورمه يا جمال ومفيش بعد كده. دلوقتي بقى هجيب السمنه. انا هنا معايا كوبايه سمنه وسيحتها، ما سخنتهاش قوي، يا دوبك ساحت بس كده دفيت. وهنزل بقى ايه على الكنافه كلها بالسمنه. انا بحط بالمعلقه عشان الكنافه كلها تشرب وما يبقاش فيها حته فيها سمنه وحته لا. ودي من نجاح الكنافه ان احنا نسقيها كلها سمنه عشان تطلع كده مقرمشه ومستويه كلها زي بعضها. حطينا هنا كده ايه السمنه كلها، ومولعين الفرن، والفرن كده زمانه سخن يا حبايبي. بصوا مفيش بعد كده. يلا بقى بينا على الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. وادي صينيه الكنافه طلعت معانا، طبعا هي سخنه بس انا هنا بوريكم. انا نص كيلو ما اتاخدش كله على فكره، يعني بتاع ربع كيلو شويه. الكنافه سخنه والشربات ساقع، وهنزل بقى كده على الكنافه وبرده نسقيها كلها، ما نسقيش حته وحته. نتاكد كده واحنا ماشيين بالشربات بتاعنا ان الكنافه كلها شربت الشربات. تمام كده. لو انتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، يعني محتاجه منكم تشجيع كده عشان اتشجع وانزل فيديوهات. ادي الكنافه بعد ما سقيناها وبردت. دلوقتي بقى ايه اقطعها كده واوريكم الكنافه شكلها ايه. بصوا الجمال والحلاوه، جميله جميله جميله. ايه رايكم؟ بصوا ماسكه نفسها ما بتفكش، سواها مظبوط.
يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها بالطريقة ديت، واشوفكم على الف الف خير.